بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موعدنا مع درس جديد بتركيب الاستراتيجية والمؤشر. الشرح والخطوات التركيب يا جماعة بسيط جدا ومش هياخد مننا أي مجهود ولا أي وقت. خلينا نشوف. أول حاجة بيتم فتح برنامج الميتا تريدر 4. هنلاقي على الشمال قائمة فايل ثم الضغط على Open Data Folder. هنلاقي تلقائيا الفولدر اتفتح المخصص ببرنامج الميتا تريدر 4. ثم هنختار فولدر باسم تمبلتس وهو الخاص بملف الاستراتيجية، ثم الاختيار والضغط على فولدر باسم MQL4، ثم هنضغط على فولدر Indicators وهو خاص بملف المؤشرات فقط. نسخ الملفات يا جماعة بالمكان المخصص لها، يعني أهم حاجة إن احنا لازم اما بنيجي بننسخ الملفات الاستراتيجية كالتمبلت او الانديكيتورز لازم يكون بالفولدر الخاص بيها عشان اتجنب اي مشاكل. ملحوظة: يجب اغلاق البرنامج ثم اعادة فتحه مرة اخرى عند الانتهاء من التركيب المؤشر او الاستراتيجية منعا لحدوث اي مشاكل. خلينا نشوف عملي ازاي هنطبق الموضوع. ادي يا جماعة الميتا تريدر 4. هنضغط على قائمة فايل ثم Open Data Folder. هنلاقي هنا فولدر باسم Templates، ده الخاص بملف التمبلتس الخاص بالاستراتيجية وليكن البركان، وهنلاقي بيرمز كمان بشكل موحد ده التمبلتس. ثم هندخل على فولدر MQL4 ونضغط عليه. هنلاقي فولدر باسم Indicators هنضغط عليه وهنبدأ ان احنا نعمل نسخ للملفات، ثم هنقفل البرنامج ونفتحه مرة تانية منعا لحدوث اي مشاكل عند التركيب الاستراتيجي. انتهينا من درس النهاردة واتمنى التوفيق للجميع، وتحياتي وتقديري لحضراتكم جميعا.